اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه أفضل صلوات الله. مرحبا، أهلا وسهلا بأغلى وأعز حبيبات على قلبي لنانو ديزل. حبيبتي، دخلت نهار اليوم راكم تشوفوا طاجين الحلو. ديرينا يا ام شيماء طاجين الحلو تاعك ككل مره وفي كل عام من رمضان. نسيي كيفاش نحط لكم بمقادير قليله وكثيره. كيما هذه المقادير تاع نهار اليوم فيها على 3 عائلات، يعني هذه لاباغ اللي حنا نخدمها حنقسمها على 3. نتوما وشنو؟ ما تتبعوش الكميه، تبعوا الطريقه برك. الكميه راهي بزاف، نتوما ديروا من كل حاجه، اشروا من كل حاجه قيس 15,000. انا الكميه اللي راكم تشوفوا فيها انا شريت من كل حاجه 50,000 50,000، من كل حاجه 50,000. نبداو على بركه الله. نحطوا زبيب والاناناس والكيوي والمشماش. هنا عندنا حبل الملوك، عندي البنان، وعندي لافخاز. هذو نخلوهم وحدهم ابار. حبل الملوك نزيد نكملو مع الكميه الاولى. واش راح ندير؟ الكميه هذه اللي راكم تشوفوا فيها نحطها في الكسرونه. هذيك راح نرنخها في ماء سخون، يكون سخون مليح مليح مليح. هذو راح نحطهم على ضربه. لكن البنان ولافخاز هذوك راح يتحطوا من بعد. نتوما خليكم معايا وتبعوا الخطوات راح تفهموني واش راني ندير. انا قلت لكم عندي كميه كبيره. شوفوا كيفاش ندير الكميه هذه. انا راني وزنتها تقريبا، طاحت لي قريب كيلو نتاع الفواكه المجففه مع التفاح. تقريبا ثاني استقام لي 700 غرام. قشرته مسحته بالقارص ومن بعد خليته واحد الساعه في الماء والقارص باش ما يكحالش. واش راح ندير من جهه اخرى؟ هذيك العينه نشمخها وحدها في الماء سخون، وكيما قلت لكم البنان ولا فريز راح نشمخها وحدها. من بعد برك ما تتقلقوش راح تفهموا علاش راني ندير في هذو الخطوات. كنت من قبل ثاني درت شباح الصفرة، كنت خدمت 250 غرام تاع شباح الصفرة، درت لي كميه لاباس بها حطيتها بجيه. نجي للتفاح نتاعي نحيم هذاك الماء والقارص ونديرو يفور. شوفوا البنات الطريقه اللي نديرها انايا بزاف، يا في المناسبات يا في العراس، يا يعني وين نكون انا في الكوزينه. هذه هي طريقتي. التفاح واش ندير له؟ نقشرو ونمسحو بالقارص ونعاود نرميه في الماء والقارص باش ما يكحلش كي تكون كميه كبيره. نحطو في القدر بكسكاسي فور. لاسيوس انا وشني هي حبيباتي؟ في القدره هذيك تاع الماء كي تكون تغلي نرمي كميه مليحه نتاع لافاني. هنا كاينه تدبيره برك ولا النوعيه نتاع لافاني هنا حبيباتي. خذوا رايي واستعملوا لافاني تاع الاحسان. هايله بزاف، ماشي بيبليسيتي لكن يعني صراحه حاجه اللي مليحه نقولوها. نغطيه ونخليه يفور. هنا بالكم التفاح راه ثمثم يطيب. هنا خيرت هذاك التفاح الرقيق كامل. علاه رقيق يطيب تمتم. الديكور تاعو يجي شباب، يجي ما شاء الله. هنا عندكم العبار نتاع الفواكه المجففه يوازي السكر. عندي كيلو تاع فواكه كامل. واش عندي المجففه مع التفاح، عندي معاه كيلو سكر. نفرغ كيلو سكر مع 2 ريتلات نتاع الماء، يعني كيلو سكر 2 كيلات نتاع الماء. نحرك البارد في البارد. واش ندير كيما راكم هنا تشوفوا ولا في الفيديو راهو باين. عندي هنا نص حبه نتاع قارص قطعت هذه طرونش، وعندي 2 عواد نتاع قرفه، عندي 3 حبات نجمه الارض، وعندي ملعقه اكل نتاع ماء تاع السمن، وملعقه نتاع زبده. نخلط كامل هذو مع بعض بارد في بارد ونحطو يغلي. هنا كيفاش نعرفوا البنات؟ لازم نرموا الفواكه المجففه نتاعنا. ما تنساوش انها راح تسترنخ يعني في الماء. حطي بالكم تمتم طاجين الحلو هذا ماشي راح يشد اليد بزاف. نتوما تبعوا بك الطريقه نتاعي بك والله غير يجيكم ما شاء الله. وراح تشوفوا في نهايه الفيديو كيفاش جا. شوفوا هنا كي نحي الغطاء نتاعي ونشوف هذو الفقاعات كيما راني نشاوركم بيدي. كي تشوفوا الفقاعات هذو بداو نحكم الفواكه المجففه اللي كنت درتها في الطنجره. كيما كتشوفوا هذه الكميه ولا الدفعه الاولى. علاه هذه الزعمه راح تشد شويه طياب.
هنا راني قلت لكم هنا واحد الريحه تاع لافاني مش نحكي لكم، روعه. نعاود نوصيكم لافاني تاع الاحسان، شرو تاع الميزان. نولي هنايا بعد ما طاب لي التفاح تاعي طفيت عليه، والكميه الثانيه واش راح ندير هنا. راكم تشوفوا العينه تاعي راهي طلقت روحها. هنا شريت العلبه هذه تاع الاناناس راح نزيدوها من بعد. وعندي المزهر هنا بعد ما ادخل شويه شويه طياب نتاع للفواكه هذيك. الدفعه الثانيه وش هي؟ شبح الصفراء. قلت لكم هنا درت كميه تاع 250، خرجت لي كميه لا باس بها. هنا شويه كي يزيد يدخل الطياب الشبح الصفراء هذيك نزيد نحط البنان والعينه ولا فخاز. هنا علاش نخلوهم على الاخر؟ ولا قلت لكم بالدفعات، على وحده تشد الطياب باش تجي الاخرى باش تجي الاخرى. نورمالمون لحد الساعه هذه راهي واضحه والخطوات راهم واضحين. نعاود نغطيه ونخليه من بعد كي نشوف الفقاعات ولاو كبار كيما راهو هنا واضح. التفاح دائما نخلوه مع الاخر باسكو علاش؟ ما فيهش الروح، يعني طاب مليح فار لي مليح، ما نخليش حتى يتفسخ. كميه تاع اللوز هنايا شريتها ب 12000، حمصتها في الزبده. هنا بعد ما بقات لي زوج دقائق باش نطفي على الطاجين الحلو تاعي، نحط هذاك التفاح غليه زوج نطفي. علاش؟ باش ما يخسرليش ونقولوا كيما نقولوا حنايا ما يتفسخش. هنا كي نطفي واش ندير؟ نحكم عبار تاع الفنجان هذا تاع المزهر. انا نستعمل هذه القرعه ريحتها قاصحه يعني هايله. هنا راني نصور وممطوني نوريكم. نفرغ هذاك المزهر قلت لكم بعد ما طفيته ونفرغ عليه نص حبه قارص اللي بقات لي. انا درت نص من قبل ونص خليته من التالي. نعطيها العصره هذيك طاجين الحلو تاعنا طاب. يا البنات واش نحكي لكم، والله غير من اروع ما يكون. شوفوا النتيجه باه تعطيكم الخبر. خرج لي طوب دو طوب. شوفوا البنات ما شاء الله شهيتكم في الجنه. شفتوا البنات كيف خرج؟ شوفوا لي هذاك الزين. العين تاكل، العين تاكل قبل الفم. خرج لي روعه روعه روعه. هذا البلا كيما صورت كيما حطيته لولادي. كانت عندي اختي وبنت اختي، يعني الحمد لله عطاوني 10/10. خرج ما شاء الله. راكم تشوفوا الكميه كيما قلت لكم. درت انا كميه كبيره لاباس بها، هذه تتقسم على 3. شوفوا الله يبارك. اللي دخلوا معنا جديد نقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. التعليقات المحفزه كل مره نوصيكم. اتهلا في ام شيماء ولا في نانو ديزات كيما كل مره نوصيكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع خياتكم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتبعتوا لي التطبيقات نتاعكم، اكيد راح نفرح بها. ما تنساوش البنات ككل مره. نانو ديزات تحبكم في الله. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه ما خير، في فيديو ما خير. سلام سلام.